السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي عايز اتكلم في موضوع مباراة الاهلي وبيراميدز. هزيمة الاهلي بالتلاتة قدام بيراميدز. ناس كتيرة قوي خدتها على ان هي نكد وزعل وكل حاجة. احنا متنكدين وزعلانين، بس مش لان خسرنا بطولة، ده احنا عشان خسرنا رقم قياسي بس. عشان كده الدنيا مقلوبة. عرفت جماهير الاهلي بتزعل ليه؟ مش عشان خسروا بطولة، عشان خسروا رقم قياسي. رقم قياسي. فدي حاجة بس للعلم، ان ابراهيم فايق طلع واتكلم كلام محترم برضه في حق النادي الاهلي بعد المباراة، وقال ان لو سمحت كمشجع اهلاوي اعرف فريقك عمل ايه قبل ما تغضب وتقول ان هو خسر ثلاثة. اعرف المدرب بيجرب لعيبة، اعرف المدرب ان هو مش فارق معاه الماتش، اعرف المدرب هو فكره اوروبي بالنسبه لهم. المطوشه دي خلاص انا خلصت دوري. هو بالنسبه له كان عايز يحقق رقم قياسي، انه هيبقى رقم 8 في تاريخ النادي الاهلي للمره الثامنه دوري بلا هزيمه. ما قدرش يحققها، خلاص مفيش نصيب. مفيش نصيب. هي ما كانتش عاوزه يعني. الاهلي هو بقاله ماتشين 3 بالتشكيل غريب من كولر، مريح اللعيبه في مطوشه غريبه. مريح محمد هاني وعلي معلول وبرستاو وكهربا يعني مش عارف، في حاجة غريبة، ولكن هو وجهة نظره كده. شاف استسهال المباراة، ما اعرفش. لكن المهم ان هو كان بيلعب المطوشة وخد البطولة. اللي جاي بقى ايه مش هتفرق، خلاص هو بالنسبة له الرقم اتحقق ما اتحققش، خد اللي هو عايزه والبطولة كسبها. فبلاش نزعل قوي. وابراهيم فايق بيقول برضه نفس الكلام. فتحياتي ليكم، ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد الفترة اللي جاية، عشان الجديد كله شديد. ودايما مع احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي هتوصلك الحقيقة قبل اي حد. فدي كانت رسالة مهمة مني، وكانت رسالة مهمة برضو من ابراهيم فايق، ان هو بيقول ما تزعلش كجمهور الاهلي، اللي جاي ان شاء الله اكتر، وباذن الله نحقق نتائج احسن. والماتش اللي جاي انت فاضل لك ماتش واحد، هو ده اللي يزعلك قدام المصري. يلا اشوفكم في فيديو جديد، في رعاية الله، سلام.